السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالكم ناعمة أشيري. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تنسوش الصلاة على الرسول. اليوم غنقسم معكم الطريقة الصحيحة ديال صباغة الشعر بالحنة الطبيعية، حنة اندياغو اللي كتصبغ الشعر من أول الساعة الأولى، كتعطيك اللون بني وتغطية شاملة للشيب. غنقسم معكم الطريقة الصحيحة. المرحلة الأولى ضروري أننا نستعملوها، وخصوصا الناس اللي عندهم الشيب. يعني هاد الوصفة الثانية قبل ما نديرو الحنة ديال الانتياغو ضروري أننا نستعملو هاد الحنة هادي اللي هي الحنة الحمراء. الناس اللي عندهم الشيب، الناس اللي عندهم الشيب عاصي، الناس اللي عندهم الشيب بزاف في القنة ديالهم، يعني في القدام وعندهم الشيب عاصي، فضروري انهم يستعملوا هذه الوصفه الاولى سهله. كناخذوا 2 معالق ديال الحنه، وعلى حسب الكميه ديال الشيب اللي كاين في الشعر ديالك كتاخدي القياس ديالو في الحنه، كتخلطيها مع كويس ديال اتاي مركز اولا كويس ديال القهوه. انا هنا اختاريت القهوه، وضروري ان الخليط ديالنا يكون يعني القهوه تكون سخونه، ماشي سخونيه يعني كتحرق، المهم تكون سخونه باش نخلطوا بها الحنه ديالنا باش تطلق لينا دغيا دغيا تخمر. نخلطوها مزيان ونطليوها على الشعر ديالنا يكون مغسول، يعني غاسلينه قبل مزيان بشامبوان، وعاد نديروا ليه هاد الخلطه ديال الحنه حتى يتغطى لينا الشيب كله ويتصبغ لينا، يخرج لينا اللون ديالو حمر ولا برتقالي ولا خيزو، ماشي مشكل، المهم هو يتغطى لينا الشيب تماما. من بعد نخليوها واحد ساعتين حتى 3 سوايع ونغسلوا الشعر ديالنا بالماء. ضروري ما نديروا هاد القضيه البنات، الناس اللي عندهم الشيب العاصي، الشيب راه ضروري ما ديروا هادي. بالنسبه للناس اللي ما عندهم الشيب وبغاو فقط صباغه طبيعيه، فممكن انهم يستعملوا الحنه ديال اندياغو بوحديتها كافيه. ولكن الناس اللي عندهم الشيب فضروري انهم يستعملوا المرحله الاولى هي هذه ديال الحنه. كناخذوا القياس الحنه اللي غيكفينا للشعر ديالنا ونخلطوه مع ميها سخونه، مع كاس ديال اتاي قاصح، مع كاس ديال القهوه سخونه، وكنخلطوه مزيان حتى ما تبقى لنا حتى حبه، ونطليوه على الشعر ديالنا ونخليه واحد 3 سوايع حتى ساعتين. ومن بعد ملي نعرفوا بان صبغت لينا الشعر داك الشيب تصبغ، عاد ندوزو للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه ها هي البنات، كناخذوا الحنه ديال اندياغو، راه كاينه في 2 ديال الالوان، كاينه في القهوي وكاينه في الكحل. بالنسبه للناس اللي كيعشقوا اللون الكحل اسود، راه موجوده في الاسود وموجوده في اللون البني. الحنه تماما نفس الشيء، بحالها بحال الحنه، ما فيها حتى اضافه اخرى، هي فقط ماده دايره بحال الورقه ديال لي زيبيناغ، دايره بحال الورقه ديال السلق، كتكون الورقه ديالها طويله. انا غنوريكم الكرتونه، ما فيها حتى اضافه كيماوي، ما فيها والو، طبيعيه 100%. بالنسبه للناس اللي غيتسائلوا، تبارك الله ما شاء الله دابا راه ولات كاع الدول عندهم موجوده. يعني انا فين ما كنسول شي اخت كتقول لك راه كاينه في الفارماسيان، كاينه في الباغا فارماسي، موجوده. كنشريو واحد الكميه لا باس بها. كان المره الاولى كنستعملوها بالنسبه للناس اللي بغاو يصبغوها على الشعر ديالهم كله. المره الاولى كنطليو الشعر ديالنا كله، كنصبغوها بالشعر ديالنا كله. والمره الثانيه ملي كنبغيو كنستعملوها على كل 3 شهور، حيت هي كتبقى شاده في الشعر. غير بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا لي غاسين فكياخذوا واحد 2 معالق فقط، غير باش يديروا لي غاسين فقط، يعني كناخذوا واحد الكميه قليله. راها دابا ما شاء الله موجوده في جميع المحلات، غير سولوا عليها وبحثوا عليها، راه موجوده. كاين شحال هذه كاينه، غير يعني قليل فين تلقايها. دابا الحمد لله راه موجوده ومتوفره. بالنسبه للطريقه ديالها سهله حتى هي، كما قلت لكم في الاول. ضروري المره الاولى الا بغينا نصبغوا الشعر ديالنا ونبدلوا ليه اللون كله، فكندير واحد الكميه، يعني كميه لا باس بها، واحد القياس على حسب الكميه. بصراحه ما نقدش نقول لكم شحال، على حسب الشعر ديال كل اخت، اللي شعرها طويل، اللي شعرها قويه، اللي شعرها، المهم البنت اولا السيده تستعمل تستعمل الحنه على حسب الشعر ديالها. صافي كنخلطوها بالماء يكون دافي، الماء ما يكونش بارد البنات، وكرر يكون دافي وما يكونش تاني كيحرق، يكون دافي. ونخلطوها مزيان. الريحه ديالها ما فيها حتى شي رائحه اللي هي كريهه، هي الريحه ديالها بحال شكل ديال الخبيزه، بحال شكل ديال لي زيبيناغ، السبانخ. غير هي انا الناس اللي عمرهم ما داروها، فكنصحكم انكم كاول تجربه
تستعملوها غير في واحد البلاصه في الشعر ديالكم تحت الودن ديالكم، واحد الخصله في الشعر ديالكم، وتشوفوا واش ما عندكمش الحساسيه. الا بالنسبه للناس اللي يكونوا كيتحسوا منها فهي راه ما فيها حتى شي ضرر، ما فيها حتى شي اذيه، غير فقط كتجربه بشكل واحد يعني الا يتحسس منها ولا شي حاجه يتجنبها. بالنسبه للثمن ديالها، الثمن ديالها معقول، يعني ارخص من هذيك الصباغه الكيماويه، ما نكذبش عليكم، ما نقول لكمش راها غاليه ولا راها، لا راها رخيصه وبسيط الثمن ديالها، غير هو طبيعيه 100%. غير ملي تشريوها البنات شريوها وكونوا متاكدين انها مكتوبه 100% طبيعيه ناتورال، ما فيها حتى شي اضافات ثانيه. بالنسبه للشعر، فالشعر ملي كنغسلوا الشعر ديالنا من الحنه الحمراء، بالنسبه للناس اللي عندهم هذاك الشيب المستعصي، كنغسلوا الشعر ديالنا من الحنه، فكنخليوه يكون بين ناشف وبين فازك، ما يكونش فازك يعني وما يكونش ناشف. كنغسلوا هذاك الشعر ديالنا ونخليه واحد شويه نشف، ونطليو ليه هاد الحنه هادي. هاد الحنه هادي تنبغيو نستعملوها على الشعر ديالنا، عاد نخلطوها، ما كتبغيش تبقى مده طويله وهي مخلطه، كتبغي يعني سيغ بلاص نخدمها ونطليها على الشعر ديالي. فقط قلت لكم ناخذوا الكميه. بالنسبه لشحال نخليها على الشعر ديالي، غادي نخليوها واحد المده ديال ساعتين، اقصى شيء ساعتين. هادي راه زعما ما شاء الله للناس اللي يستعملوها والبنات اللي تستعملوها كيشكروا فيها. كتبقى شاده في الشعر، ما كتحيدش، كتبقى شاده لمده اكثر من 3 شهور حتى كيكبروا لي غاسين. يعني الناس اللي كيستعملوها تيقول لك تيصبغوا غير لي غاسين فقط. بالنسبه نخليوها على الشعر ديالنا ساعتين، ومن بعد نغسلوها بالماء بدون شامبوان بدون اي شيء، فقط بالماء عادي، الماء دافي. ومن بعد ندهنوا الشعر ديالنا بزويته عادي فقط، يعني ما نستعملوش شامبوان، نغسلوه غير مزيان، نغسلوه بالماء فقط. وكنصحكم ان البنات انكم تستعملوا هاد الشيته هذه لا في الصباغه الطبيعيه، يعني لا في الحنه في الوصفات الطبيعيه، او لا في هاد الحنه ديال اندياغو. علاش؟ حيت هذه كتدخل لينا بين الزغبه والزغبه، ما ملي كنديروها في الشعر ديالنا ما كتبقاش لنا ديك الضربات، ملي كنديروها بيدينا كتبقى لنا ديك الضربه، يعني جهه فيها وجهه ما فيهاش. علاش؟ حيت الصباع ديال يدينا ما كيدخلوش بين الزغبه والزغبه، فالشيته كتدخل بين الزغبه والزغبه. فانا كنصح البنات اللي كيبغيو يصبغوا الشعر ديالهم بالوصفات الطبيعيه وما عندهمش الصبر انهم يستعملوا المره الاولى والمره الثانيه ويعاودوا، فانا كنصحهم بهذه الحنه ديال انديغو. علاش؟ حيت هي كتعطي سور بلاص، يعني من كتغسلي الشعر ديالك كيولي اللون ديالو بني غامق، وكتقولي بسلامه شي حاجه سميتها الشيب واحد المده ديال 3 شهور حتى كيبدا يكبر عاوتاني، عاد كتعاودي تصبغيه بها فقط. كتبقى هذه زوينه بزاف وحسن 100 الف مره من الصباغه الكيماويه، وكتبقى كما كيقولوا سيف، يعني كتبقى مضمونه وامنه على الصباغه الكيماويه. علاش؟ حيت الصباغه الكيماويه مع المده كيبدا الشيب كيتزاد لينا وبكثره، ما هذا الوصفات الطبيعيه كيحافظوا على الشعر ديالنا وما كيبقاش الشيب يزيد دلع. كنتمنى نكون فدتكم ولو